السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه متابعين قناة ام يسر المشروعات؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى جولة كده في شارع بين الحارات. بما ان الاسعار بقى عمالة ترتفع وكده احنا نشوف كده الشغل الجديد اللي نزل بمناسبة بقى دخول رمضان. كل سنة وانتم طيبين. في شغل يا جماعة نزل جديد، يعني ربنا ييسر الحال ان شاء الله كده. حاولوا تغيروا في المشروع، حاولوا تدخلوا افكار جديدة. ان شاء الله ربنا ييسر لكم الحال باذن الله. هو الشغل الجديد ده ما شاء الله عليه، يعني حاجات حلوة، يعني مبهجة كلها وحاجات جميلة واسعارها برضو يعني متفاوتة بين ال30 وال35 جنيه. يعني الصفارات والحاجات اللي احنا بنشتغل فيها، يعني ما بتزيد حاجات، يعني حدود 5 جنيه 10 جنيه. طبعا بتأثر معانا احنا في مشروعنا، وبتأثر معانا في مكسبنا. بس هنعمل ايه؟ لازم نشتغل ولازم نستمر. زي ما انتوا شايفين كده شغل جديد، ده شغل ألعاب جديدة للناس اللي بتركب الألعاب على الكارت. الألعاب ديت جميلة جدا، وكمان ماشية في السوق كويس. المكتبات بتاخدها مننا وشغالة كويس الحمد لله. زي ما انتوا شايفين كده الشغل دوت حلو قوي، اللي هو بتاع الكيس اللي بيفرقع دوت. اللعبة ديت عبارة عن لعبة مفاجآت كده. الطفل بيضرب عليها بتنتفخ كده وتفرقع، بيلاقي فيها لعبة. ودي طيارة ضغط كده تضغط عليها تمشي. واللعبة ديت اللي الأولاد بيحطوا فيها الصابون كده وتطلع فقاقيع، برضو شغالة كويس. يعني حاولوا تغيروا يا جماعة، معلش السوق كله الدنيا غالية على الكل، على أصحاب المحلات وعلينا. هنعمل ايه؟ ربنا ييسر الحال ان شاء الله. بس انا يعني شايفة ان الألعاب الجديدة فيها برضو يعني حاجات في متناول مشروعنا، يعني نقدر ندخلها في المشروع. زي ما انتوا شايفين كده حاجات نازلة جديدة في شارع بين الحارات. انا كنت هناك يوم يوم الاثنين اللي فات. زي ما انتوا شايفين الألعاب دي سعرها ما بيعديش ال10 جنيه. لو نزلتيها المكتبة ان شاء الله يعني تاخد منك. وألعاب النفخ دي جميلة جدا برضو، عبارة عن أشكال حيوانات كده بتتنفخ. يعني ربنا يسهل لنا الحال جميعا. والصفارة العفريت اللي كانت مش موجودة اهي في السوق الحمد لله موجودة بكثرة هناك اهو النهاردة. يعني واليويو ب12 جنيه في 50 واحدة. انا بجيب لكم الاسعار الحاجات اللي احنا يعني شغالين فيها. في حاجات اعلى طبعا، احنا يعني مشروعنا ما مش مستاهل ان احنا ندخل حاجات غالية، لاني اصلا مش مجازي معانا. ده الخرز بتاع المسدس. الحاجات ديت اهي يعني ربنا ييسر الحال ان شاء الله للجميع. وده البلي ممكن برضو ندخله في الشغل، بس يعني الواحد بيخاف من خطورته على الاطفال. هنا كل الشغل دوت جديد. السلايم العلبة فيها 24 ب14 جنيه. برضو شغال حلو جدا، يعني ومكسبه حلو ولسه ثابت على سعره القديم. ربنا يسترها ان شاء الله. العلبة فيها 24 ب14 جنيه، افضل كتير من اللي كنا بنعمله في البيت، يعني اوفر بكتير جدا لان الخامات غالية قوي قوي. يعني حاولوا تجيبوا الجاهز افضل. يعني احسبي الجاهز، لو في وفر ليكي اشتغلي بالحاجات الجاهزة افضل. الكروت اللي عليها العاب والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين كده حاجات البنات اهيت ديت الاظافر اللي هي باللزق كده، شغالة برضو في المكتبات حلوة قوي. البلالين برضو، البالون اللي احنا عملناه على كارت مع بعض على القناة، انا عملته على كارت كان اوفر بكتير من الجاهز دوت. يعني انا ركبت البالونة في الكارت، بصراحة مكسبها حلو قوي لما بشتغلها في البيت. هنا دي برضو الأظافر بتاعت البنات، يعني كل حاجة موجودة للصبيان والبنات. ودي لعبة برضو كده فيها شوكوبون، يعني برضو حاجات جديدة نازلة. يا ريت تنزلوا كده تجيبوا بقى حاجات عشان دخول رمضان كده قبل رفع الأسعار الجديد يا جماعة. لأن في أخبار إن الأسعار هترفع أكتر من كده، يعني اللي معاه مبلغ يحاول يستغله كده ويجيب بيه بضاعة. ربنا ييسر لكم الرزق إن شاء الله.
والمحلات كتيرة منزلة شغل جديد، يعني انا بلف كده وقلت اصور لكم كده يعني الحاجات الجديدة اللي نازلة. هنا زي ما انتوا شايفين شارع بين الحارات. هنخش دلوقتي شركة العوام برضو اوريكم شوية حاجات نازلة فيها برضو، واسعار برضو معقولة زي ما هي، يعني مرتفعتش قوي. الصفارة وطقم الأسنان الأطفال بتحبه برضو في البخت الصيني، والحاجات ديت كلها شغالة معانا. يعني ربنا يخفض الأسعار إن شاء الله كده. وزي ما انتوا عارفين الحاجة مبقتش تجازي، بس هنعمل ايه؟ والتجار كمان يعني قرفنا بصراحة في موضوع الأسعار. الكوتشينة هنا ب10 جنيه يا جماعة، شركة العوام كوتشينة ب10 جنيه. الكوتشينة حلوة أوي في البخت الصيني أو البخت العلبة بتاعت محمد صلاح. وديت برضو الفريرة ديت ب30 جنيه المية. وهنا دوت الطيارة، دي الطيارة برضو ب35 جنيه. ودي النحلة عاملة 30 جنيه. برضو حاجات زي ما هي شغالة كويس قوي وسعرها. وديت الحظاظة ديت فيها 12 واحدة ب10 جنيه. يعني حاولوا تجيبوا الحاجات الأرخص أرخص أرخص للمشروع بتاعنا، يعني ما تجيبوش الحاجة العالية جدا. إنه الطفل أصلا يعني هو جنيه، يعني الطفل عايز أي حاجة بجنيه وخلاص. الزمارة ديت برضو شغالة حلوة قوي. ديت القاعدة بتاعت المصاصة ب2 جنيه، أنا كنت بجيبه ب2.5، ما شاء الله رخيص، هو نص جنيه يعني. وده العمود بتاع الدبل فيس، في 30 واحدة ب45 جنيه، والتلاتة ب5 قطاعي لو عايزة 3 ب5. يعني شغال برضو زي ما هو سعره معليش. ودي الحيوانات، كيس الحيوانات دوت برضو يعني اشتغلوا في الحاجات ديت اوفر لكم بكتير. والصفارة ديت عاملة 15 جنيه فيها 100. ديت برضو ب15 جنيه فيها 100. الحاجات ديت تنفع للمشروع بتاعنا كويس. حطيها في البخت، حطيها في يعني الصفارة ديت في الشوكوبون. أشكال الحيوانات الصغننة ديت حطيها برضو في الشوكوبون مع السوداني. اشتغلي بالحاجات الرخيصة، مالكيش دعوة بالتاجر بقى عجبه الشغل ما عجبهوش. هو ده اللي عندنا يا جماعة، يعني مش عارفين ان الاسعار بتعلى. الاسعار عالية جدا، يعني كويس ان احنا لسه مستمرين على المشروع بتاعنا، اهو بيطلع اي دخل لبيوتنا. يعني هنعمل ايه طيب؟ ودي علبة محمد صلاح الألف ب160 جنيه، يعني كان الألف ب150 زادت 10 جنيه، يعني معقولة شوية. الألف ب160 جنيه. والبخت الصيني الألف عامل 155 جنيه، برضو معقول شوية. يعني يعني هنعمل ايه؟ لازم نشتغل، لازم نشتغل. والشغل ما شاء الله ما شاء الله مالي المحلات. المشروع بتاعنا يا جماعة الله أكبر، الناس بتاخده بكمية. يعني أنا مش عارفة الناس اللي بتشتكي على الجروب بتاع الواتس ليه التجار مش بترضى تاخده، الناس مش عايزة مش بتشتغل في الحاجات دي ازاي، اما كل السوبر ماركات مليانة الشغل بتاعنا دوت. والغزل البنات شغال كويس جدا اللي هو في علبة دوت، يعني انا بنزله وبيتباع ب3 جنيه العلبة، حلو جدا، شغال حلو قوي ومطلوب. والالعاب كلها هي موجودة، اللي احنا والعربية ديت حلوة قوي، 25 جنيه المية، حلوة برضو مش وحشة، شغالة كويس. والزمارة كل الحاجات ديت متاحة. والساعة ديت حلوة قوي، 120 قطعة، برضو حلوة قوي. الكيس 120 ب20 جنيه، شغال كويس. حطيه في البخت، حطيه على كارت، يعني ما شاء الله حلوة وجديدة. كل ما تنوعي في الألعاب اللي بتحطيها في الشغل الأطفال بتنجذب إليه أكتر. الطفل بيبص للعبة أول حاجة قبل ما يدور على اللي موجود في الكيس. وده اليويو أو الفريرة تقريبا، اللي هي اللي فيها خيط ديت. ودي الطيارة ديت برضو حلوة قوي، بس ديت عاملة 65 جنيه الكيس. يعني الحاجات ديت للكارت بقى، الحاجات الغالية ديت علقيها على الكارت. اللعبة ديت بتنزل بيبيعها التاجر بجنيه على الكارت.
برضو النحلة ديت حلوة شغالة كويس، ولعبة كبيرة كده يعني مجزية، عاملة 30 جنيه برضو. ودي الألعاب بقى اللي بالكيلو، هنا 75 جنيه للكيلو، اللي بتحط فيها المصاصة ديت. الشنطة برضو أي نوع من الألعاب البلاستيك ديت بالكيلو ب75 جنيه الكيلو. العروسة والدبدوب زي ما انتوا شايفين كده، تحط فيه المصاصة، لسه ثابتة على سعرها. الألعاب اللي بالكيلو، السلايم زي ما قلت لكم، السلايم العلبة ب14 جنيه، فيها 24. حلو قوي يعني، برضو أرخص من اللي احنا بنعمله في البيت. أنا عملته معاكم على القناة قبل كده، بس خاماته عليت جدا، فده أوفر لنا طبعا. هنا المسدس دوت الاتناشر واحدة، يعني انت مش بالكيلو، بالاتناشر. وديت عاملة 20 جنيه الوش دوت، الماسك دوت. يعني حاجات برضو حلوة وجديدة. والمضرب ده عامل 70 جنيه الاتناشر. والعربية دي برضو عاملة 70 جنيه الاتناشر واحدة. الألعاب بقى الكبيرة ديت اللي بتنزل مكتبات. والسلم والتعبان دي عاملة 15 جنيه الدستة، 15 جنيه الدستة، فيها 12 واحدة. ودي عاملة 10 جنيه، فيها 12 واحدة. والصفارة العفريت ديت برضو حلوة قوي، يعني أرخص من اللي احنا بنجيبها التانية الملونة. وهنا السلاسل ديت بقى الحاجات بتاعت البنات، حظاظات. يعني لو هتحطي في البخت الحاجات ديت، بس مش هتجازي معاكي لأن حاجات غالية غالية، مش هتجازي معاكي. زي ما انتوا شايفين كده، الحظاظة ديت عاملة 10 جنيه ل12 واحدة. والفوانيس اهي ابتدت بقى ينزلوا فوانيس عشان رمضان. يعني رتبوا كده دنيتكم يا جماعة، وما تيأسوش، ما تيأسوش. المشروع عايز صبر، وإلا ما كناش يعني اشتغلنا لغاية دلوقتي في المشروع دوت. هو عايز صبر شوية. والفوانيس اهي نزلت، الفوانيس الصغيرة. الناس اللي عايزة تعمل فوانيس في عقد من سلك الكهرباء كده، يعني برضو مشروع حلو، فكرة حلوة، ان شاء الله ننفذها مع بعض على القناة. زي ما انتوا شايفين كده، الشغل مالي الشارع بين الحارات. كل الحاجات متاحة، بس ربنا ييسر الرزق بالفلوس طبعا. اهو شغل كتير وشغل جميل جدا، واسعار متفاوتة يعني. هاتي اقل سعر اشتغلي بيه، اقل خامات اشتغلي بيها. ما تجيبيش الالعاب الغالية جدا الاوفر قوي في السعر وتقولي انا بخسر. لا، اشتغلي بالحاجات القليلة. يعني اللعبة ما تتعداش ال25 قرش اللي تشتغلي بيها. هو ده الشغل المظبوط. عندك اهو في كروت جاهزة عليها ألعاب جاهزة، لو انت عايزة شغل جاهز على طول وهتنزليه. يعني بتجيبي برضو من بين الحارات الشغل جاهز. بس انا ما برجحش بصراحة، انا بحب اقفل الشغل في البيت يكون مكسبه كله ليا انا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.